المكنه دي يا جماعه ما تبوظ البليه بتاعت عمود الكام على طول، اللي هي البليه الكبيره دياتي. جات لنا المكنه عايزه تعمر، عمرناها وغيرنا لها البليه اللي هي غيرنا لها عمود الكام. لقينا عمود الكام محمص خالص وبايظ، غيرناه فما كملش اسبوع وغيرت وبوظت البليه الكبيره دي. وبعد كده جبنا البليه الاصليه انضف حاجه وركبناها، برضو ما كملش اسبوع وبوظت البليه برضو الكبيره دياتي. فدلوقتي احنا عرفت العيبانه السبب منها بالظبط. بس محمود ابني هيكلمكم، هيقول لكم هي المكنه كانت جايه بسبب بالظبط من الاول على العمر. اشرح لهم يا محمود وقول لهم، بيقول لهم ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لنا لايك وقولوا لنا ايه رايكم فينا يعني. كلموا محمود على الالعاب الاساسيه اللي هي كانت جايه في المكنه من الاول زي بعض. حتى لو كنت ميكانيكي وميكانيكي خبره برضه هتستفاد من الكلام اللي هتسمعه دوت، بس اصبر لاخر الفيديو. المكنة دي كانت جاية في البداية أصلا مش مطلعة زيت فوق والطرمبة مكسورة وكانت بوظ عمود الكام والشواكيش والشميز خدت عمرة كاملة يعني. نقول لهم يا محمود السبب اللي كان مخلي الزيت مش طالع فوق والزيت بتاعها كان السبب كامل. مصفة الزيت ما كانتش. تعالوا نوريها لهم من الناحيه التانيه. بصوا يا جماعه، كان سبب تافه. مصفة زيت متبقى راكبة هنا كده ما كانتش موجودة، فنزلت الرايش. طبعا البلية دي لما اتكسرت زي ما انتم شايفين كده، نزلت الرايش بتاعها فين؟ في وش الزيت، فنزل دخل على الطرمبة بتاعت الزيت. يعني خلاصة الكلام ان المصفى متشالة، هي يعني الزيت طالع من ناحية المصفى على الطرمبة، فالمصفى اتسدد. المصفى اتسدد، دخلت رواسب على الشال. المصفى مش شالة، دخلت رواسب على الطرمبة، الطرمبة قفشت راحت قطع زيت فوق. قطع زيت فوق المكنة اتحمصت كلها. دلوقتي يا جماعة في حاجة مهمة. امسك التليفون كده يا محمود. دلوقتي معاه كتر السخونه طبعا صاحبها، عشان في حاجه مهمه عايز اوصلها لكم برضه. الواحد مش من انت تبقى عايز تعمر، يقول لك انا كده كده انا هعمر، يسمع صوت غريب يقول لك انا كده كده هعمر بعد مثلا شهر ولا بعد اسبوع هعمل كله بالمره. لا يا جماعه، ده انت ممكن بسبب صوت صغير تيجي عامله لك انا بحاجه بسيطه يوفر معاك مبلغ كبير بعد كده. بص، سبب السخونه بتاعت المكنه دي حصل ايه في الخزنه دي؟ اتحمصت الخزنه يا جماعه، اتحمصت قفعت. هات البليه كده يا محمود، هدي كده. مع بص الشغل بص والسخونة. ده الطاق بتاع البليه ده اللي هي اتكسرت. بص خلي بالكم، بص بص البليه، بص ركز، عايزك توريهم الحركه دي. شايف الحركه من فوق ومن تحت؟ فيها بوشه طالعه ونازله، لكن من هنا مفيش ضيقه. يعني ضيقه من هنا، ضيقه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا واسعه، فيها بوش كده شايفينها. يعني في جنب واسعه فيه اللي هو ده مع السخونية وربط المسامير بتاعت الجوايط قفعت. فمهما هتركب اي عمود كام اي هي بليه البلية هتبوظ معاك وهتحرق معاك وهتتكسر معاك البليه. وانت يكش تجيب 100 بليه برضه هتبوظ. اساسا هي عايزه الخزنه دي عايزه تتغير. دلوقتي احنا سالنا على الخزنه دي لقيناها نادره، يعني مش موجوده حاليا في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها. فانا هظبطها له. ماشي. هو محمود لما يقول وديها المخرط انا اخدها على المخرط. انا قلت له لا، انا هعملها انا، هظبطها انا وهركبها له وامشيه، هظبطها له صح برضه. ماشي. وكل سنه وانتم طيبين، واعملوا لنا اشتراك في القناه.